النهاردة هنعمل طريقة عمل مربى الفراولة. هننزل بكوباية من المية وكوباية من السكر. سكر أبيض أو سكر بني، السكر المتوفر عندك. وهبتدي أقلب فيه كويس جدا لحد ما يدوب السكر. لازم أدوب السكر كويس جدا. بعد كده، بعد ما يدوب معانا، كان عندي نص كيلو من الفراولة، كنت مفرزاها وحطاها في الفريزر. لو عندك فريش برضو ممكن تعمليها، يعني حسب ما انت عايزة. هبتدي ان انا ادوب اهم حاجة السكر كويس جدا بالطريقة اللي انتوا شايفينها. لحد ما طبعا السكر دخل في المية، اختفى في المية. وابتدي اعصر نص ليمونة، ما تكتروش، هي نص ليمونة بس. وهنزل بالقشرة برضو، هتتحط برضو في المية. وابتدي اقلب فيها كويس جدا. ابتدي اقلب واسيبها كده على النار لمدة 10 دقايق، لحد ما تبتدي ان هي تبتدي تلزق معايا زي الشربات كده. وده نص كيلو الفراولة اللي كان عندي. ولو عندك كيلو هتحطي كوبايتين مية. بعد كده بقى اشيل القشرة اللي موجودة. هي كده ابتدت تلزق معانا. هنزل بنص كيلو الفراولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي مش هتاخد وقت في السوا، يعني هتاخد لها تقريبا تلت ساعة كده، 25 دقيقة. وابتدي ان انا ايدي فيها طبعا على طول. يعني انا سايباها كده، واحط ذرة من الملح عشان تظهر الطعم بتاعنا. وهبتدي ان انا اقلب فيها كويس جدا. ذرة الملح دي هتفرق معاكو ان هي هتظهر الطعم بتاعنا. وهبتدي اقلب فيها. هي نازلة طبعا بالتلج بتاعها لانها كانت متخزنة عندي. هي نازلة بالتلج بتاعها، فهبتدي طبعا هتقعد تغلي مع بعضها كده. هتاخد تقريبا تلت ساعة، 25 دقيقة. وخلي النار هادية عليها. اهي بتاخد وبتدي مع بعض. وابتدي ان انا اقلب فيها برضو تقليب كويس جدا. الفراولة كنت جايبه لها كيس من جيل الفراولة. هقلب برضو تقليب كويس جدا. لما عملت لكم المانجا كنت جايبه جيلي مانجا. الفراولة هجيب لها جيلي فراولة على حسب الطعم اللي موجود او الفاكهة اللي انا بعملها. هنزل بكيس جيلي الفراولة وايدي فيها على طول على طول كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، لحد ما تتجانس كلها مع بعضها. هي الفراولة اصلا ما بتاخدش وقت في السوى، يعني هي تلت ساعة كده، 25 دقيقة، يعني ما بتطولش بصراحة. ايدي فيها على طول لحد ما تستوي كويس جدا، زي ما انتوا شايفين بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا طلعتها في الطبق وابتديت اهرس فيها بالمعلقة. لو عندك هاند بلندر ممكن تضربيها بالهاند بلندر، بس انا ابتديت ان انا اهرسها بالمعلقة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد عشان برضو ما تبقاش ناعمة خالص، يعني تبقى فيها كتل من الفراولة. وده الشكل النهائي بعد ساعتين ما جمدت. طبعا احنا حاطين مادة جيلاتينية، فهي جمدت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. آه، هبتدي اطلع بيها كده بالمعلقة. واعمليها بقى سندوتشات للولاد بقى في الجو الساقع ده والمدارس. طعمها خطير جدا وهتعجبكم. جربوا الطريقة دي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة. المنظر طبعا جميل والطعم كان جميل قوي.